سنين الجماهير ما بتحضرش. اي فريق من غير جمهور هو عربيه من غير بنزين، عربيه من غير بنزين. جمهور هو الدافع القوي لاي فريق عشان البطولات. احنا بنبدا مرحله جديده. الاستثمارات دي اللي في ايديكم دي على مستوى كل انديه مصر. اي حد يقول لكم يا جماعه الاستثمار دي هتروح الامن، ده كلام كذب. وهتجربوا، هتاخدوا استثماره وهتاخدوا المره دي دعوه، هتخش مجانا. لو حد اتعرض لك يبقى تعالى قول يا جماعه في راجل رئيس نادي بلغ فينا الامن. تمام؟ الكلام ده ما اسمعوش، كلام ده ناس المشاغبين اللي عايزين يعملوا مشاكل. اصغر مشجع زملكاوي هيخش المدرج يطلع لكم كارنيهات زي كارنيه العضويه بالظبط، زي الكارنيه ده، زي ده بالظبط هيبقى معاك. بدايه تشتري التذكره بتاعتك. هنعمل لكم هنا مكتب لشؤون الجماهير. حد من الجمهور عنده مشكله مع الامن يجي يقول لنا نحلها. ممكن ياخد اكتر من تذكره؟ لا، تذكره. قصه الجماعه دي انتهت. والنبي من فضلك كمل وبعدين نبقى حد كره ضدك وانت الاول. فك بقى العقده دي بقى يا اخي، ده انت الاول. واحد كان لاقي. المهم ادي واحد. خش النهارده انا قلت وعدتكم هتخشوا مجاني. ما عنديش مسمى، ده التراس، ده وايت نايز، ده زملكاوي عادي. لا انا عايز اسمه جمهور الزمالك. اسمه ايه؟ جمهور الزمالك. يطلع بقى وايت، يطلع بلاك، يطلع زي ما يطلع، اسمه جمهور ايه؟ الزمالك. الله اكبر. هتخش المدرج لما تحس ان حد داخل عشان يبوظ الماتش. يبوظوا يعني ايه؟ اللائحه احنا عاملينها، انا اللي عاملها على فكره. العقوبات انا اللي عاملها، انا اللي عديتها والاتحاد الكوره واقف عليها. مفيش عقوبه على النادي دلوقتي، غرامات والكلام ده. في حرمان للجمهور 3 ماتشات من الحضور، 6 ماتشات من الحضور. اذا كنتوا عايزين تكملوا الدوري معانا وتبقوا دافع، يعني انا بقول لكم الزمالك الاول في الجزء الاولاني من الدوري من غير جمهور. نفسي فرق 11 بونت بينه وبين الاهلي. نفسي الدور الثاني بالجمهور يبقى فرق 20 25 بونت. ان شاء الله رئيسنا ناخد البطولات. حكم غلط في الملعب مالكوش دعوه بيه. تاني حكم في الملعب حسيت انه ظلم فريقك، اوعى تسيبه، سيبوه لنا. بعرف اخد حق الزمالك. ما خدناش حق ماتش انبي. ما ماتش انبي ما عملناش حاجه. طب وانت بتشوف محمود عاشور دلوقتي؟ شوفوا. لا ماتش انبي. انت بتشوف محمود عاشور؟ خلاص. 3 بونت يا فندم. نسمع يا شباب ثواني يا جماعه. انا مش جاي النهارده حاكم الحكام ده وليد سليمان شتم وده، مش انا بقول لك انت الاول في الدور الاولاني من غير جمهور. خلاص؟ الدور الثاني المفروض بالجمهور مش فرق 11 فرق 20 ان شاء الله. ثانيه واحده. 2 بقول لك لما الحكم يظلمك مالكش دعوه. ما تشتموش، لانك هتشتم الحكم الماتش اللي بعديه واللي بعديه مش هتحضر الماتش، يبقى اتحرمت انت. احنا قاعدين وفايقين وواعيين. سيبك من السكران ده، راجل سكران سيبك منه. في لقعه واحد سكران مش مشكله، تمام؟ سيبوا مجلس الاداره وتشوفين مجلس اداره قوي ومحترم. وكل البرامج حتى الزملكاويه، تاني حتى الزملكاويه بيطلعوا للاسف الشديد يقعد يقول لك ايه اصل الحكام بيورثوا للزمالك. لا، هو الاهلي اللي وحش، هو اللي وحش. مش يعني يا جماعه مفيش حكم. طب ما انا عندي ماتش انبي جونين اتلغوا وخلاص قصه خلصت. حكام الاجانب يا فيها من فضلك. فاحنا عايزين بس واحد التزام في المدرج. 2 لما تلاقي حد مشاغب، حد مشاغب وداخل عشان يشتم الشرطه او الجيش او الحكم او اللعيبه او الفريق المنافس. يعني انا مالي انا ومال صالح سليم ووالده صالح سليم؟ يعني راجل توفى ووالدته، ليه تهينه؟ ليه تشتمه؟ ليه تشتم رئيس نادي الاهلي؟ حتى لو انا اتشتمت في النادي الاهلي عشان اوري الفرق، حتى انا مرتضى وبتشتم في التدريب بتاعه، اوري الفرق بين النادي اللي فعلا قيم واخلاق والنادي اللي عندهم سباب. ثانيه واحده اسمعك بالاخر ومكملين. مش عايز اسمع شتيمه لحد في مجلس اداره الاهلي ولا لصالح سليم الله يرحمه. ده راجل ليه تاريخ محترم، راجل من اللعيبه، ورئيس نادي محترم. يا ريت صالح سليم كان موجود دلوقتي ما كناش شفنا اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فيا جماعه من فضلكم، من فضلكم اسمع، من فضلكم عشان نبقى متفقين. شجع فريقك، افرح وغني
ويجيب جون شجعه يجيب الثاني، يجيب الثاني يشجعه يجيب الثالث، جه فيه جون ما تزعلش شجع. وبعدين الموضه انك تشجع وتمدي ظهرك الملعب دي مش عايز اشوفها. يعني ايه انا مش فاهم انت تشجع ولا جاي تعمل عمليه بواسير؟ شجع. يعني ايه يعني انت راجل بتدي ظهرك ليه؟ انا كلام عايز اشوف وشك، عايز اشم نفسك، انما ندي ظهر الملعب. الفريق يجي فيه جون تغني، الفريق بتاعك يجيب جون تشتم. وايه اللي حصل يا جماعه؟ هو التشجيع بقى معكوس. اقعد شجع فريقك لغايه الدقيقه 90 وان شاء الله عندك فريق محترم، عندك جهاز فني محترم. الراجل احسن مدرب اجنبي في مصر هو جاي بكره ان شاء الله، ويا ريت تروحوا تستقبلوه في المطار ان شاء الله الساعه 7. ثانيه واحده يا جماعه اقول لك شيكا 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 بس لا شيكابالا هيجي بالهتاف ولا محمد ابراهيم هيجي بالهتاف. ايه محمد ايه؟ الهتاف ما بيجيبش الهتاف. ده دماغ. اسمع ده دماغ. المدرب اللي جاي بكره اللي بيتهاجم بيقول لك عنده 68 سنه. انا مش جايبه يتجوز. ما جوزتك كده برضه. عايز اقول لكم ان اولا جايب مدرب لياقه بدنيه، احسن مدرب لياقه بدنيه في البرتغال. ادي واحد. اثنين، المساعد بتاعه كان مدير المنتخب الاولمبي السوري، شوف بقى قيمته قد ايه. فاحنا جايبين مدرب على مستوى عالي، وده مش تقليل محمد صلاح، لكن احنا جمهورنا زي ما هو بيوافق بيبلع الحكام الاجانب بيبلع المدربين الاجانب. كلامي واضح. عندنا 30 لاعب من احسن اللعيبه موجودين في مصر. ان شاء الله ياخدوا باذن الله الدوري والكاس وافريقيا بامر الله. والطايره الحمد لله الاولى برضه والحمد لله. كله تمام كله تمام. انا بس بطلب منكم تاني. اللي عايز اولا يروح هنتكلم عن شيكابالا ومحمد مجاهد. اللي عايز يروح يستقبل الراجل في المطار الساعه 7 مطار القاهره. 7 الصبح بالليل. بكره ان شاء الله. 7 الصبح؟ بالليل. بكره 7 بالليل. محمد ابراهيم مشكلته خلصت. البطاقه الدوليه جت، هو بقى يشوف نادي عربي لان هنا التفكير قفل. ان شاء الله محمد ابراهيم اكمل كلام يا واحده بقى كمل يعني الصوت هات البتاع ده. شيكابالا احمد مرتضى النهارده كان مجتمع هو امير مرتضى وهاني زاده مع رئيس النادي. امبارح اجتمعوا معنا برئيس نادي رئيس النادي طالب حوالي 5-6 مليون دولار. تمام؟ احنا هنجيب شيكابالا زي ما عملنا مع محمد ابراهيم. اولا ده درس لشيكابالا وكل واحد يهمل في الموهبه اللي ربنا مديها له. صح تمام؟ وما عنديش لاعب هيزيد على 2 مليون جنيه تاني، خلصت. شيكابالا ياخد 9 وابراهيم صلاح ياخد 300,000. ده كلام انتهى من زمان. عايزين حب بين اللعيبه يبقى كلهم لما يخلص يا جماعه بصراحه. بس استنى بس اما اكمل. الناس بتحب الزمالك وهو اسمع. هنجيب شيكابالا فلوس محمد ابراهيم هتقسم مستحقات هو اللي هيدفعها. شيكابالا اتفق معانا بس يبعد عنه وكيله سمير عبد التواب. بعد من ساعه سمير عبد التواب نزل على شيكابالا والنحس ركب. صح والنحس ركب. زي انت ما يبوظ الفريق بس يا عم في وقت هناك زي بالظبط مؤمن سليمان. مؤمن زكريا من ساعه ما دخل النادي الاهلي قال مش عارف يكسب. خش وحش علينا بقى. هنوزع دلوقتي عليكم القهاوي. هنستلم منكم الاستمارات الاول. الاستمارات فين؟ كله على السبع بندي بس لسه بنسمع السبع بندي لسه قبل الشيخ. صور الكاميرا ده يا باشا عشان بعد كده لو حصل ومنعتكم محدش يجي منعني. خلاص؟ معلش عبد الشافي لا يا فندم والله. عبد الشافي ولا حتى 100 مليون.